وتدبري وتمسكي وتعهدي، ولتغمري بالأيدي الأوقات، ولتقرئي بتمهل وتذكري مد الرسول وخيرة الأسوات. أو صحبتي كنتم معينا طيبا، كنتم بظني صفوة الصحبات، كنتم بظني صفوة الصحبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة. النهاردة معادنا مع فيديو جديد من فيديوهات السعادة. يوم المرأة المسلمة في رمضان ازاي هيكون من الفجر لغاية آخر اليوم بالتفصيل الممل. هعيشك معايا لحظات ازاي ان شاء الله بإذن الله تطلعي من رمضان فايزة، وخطوة خطوة مع بعض هنطلع من رمضان بتغيير حقيقي يستمر معانا لما بعد رمضان. لما نلتزم بالعبادات دي ويبقى كده يومك كله ماشي بالنظام ده لمدة شهر كامل ان شاء الله، ما بعد رمضان هتلاقي نفسك بتتصرفي وبتعملي نفس العبادات بنفس الطريقة لانك اتعودتي عليها فعلا. حبيباتي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير يا غاليين على قلبي. رمضان مبارك عليكم، اللهم بلغنا رمضان. طبيعي حبايبي لما احنا نبدأ اليوم بتاعنا هيبدأ منين؟ من الفجر. أول حاجة هنبدأ بيها يومنا صلاة الفجر. طب صلاة الفجر بتكون إما يكون أنت فعلا سحرتي ونمتي وبعدين صحيتي للفجر، أو أنت صحيتي علشان تتسحري وما شاء الله تبارك الله. طبعا ما قبل الفجر هيجيلك بقى دلوقتي في آخر اليوم، احنا بنبدأ دلوقتي من الفجر. هتصلي ركعتي السنة. طبعا ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وبعدين هتصلي صلاة الفجر، وافتكري دايما وجددي النية إن الصلاة في أول وقتها من أحب الأعمال لله عز وجل. فدايما لما تيجي تعملي عبادة من العبادات استحضري النية دي علشان يبقى الثواب مضاعف ليك إن شاء الله. بصي بقى، أنا دلوقتي لما أتكلم عن كل فرض من الفروض عايزاكي تستشعري لذة ختم الصلاة. يعني ما تقوميش من المصلى جري، انا اقوم بقى اتلف في البطانيه، ولا لما اقوم جاريه اشوف مش عارفه ايه نسيت اقفله في المطبخ. خليكي اختمي الصلاه وانت قاعده. بس فرضنا في ضروره ملحه ان انت بتقومي من على المصلى بسرعه، حد بينادي، حد بتفتحي الباب، عادي يجوز ذلك، ولكن ما تنسيش اذكار ختم الصلاه. حلاوه الصلاه حبيباتي بتكتمل باذكار ختم الصلاه. قلنا اذكار ختم الصلاه طبعا هيكون في كل الفروض بتاعه اليوم. بعد كده هتبدأي تقولي أذكار الصباح، اوعي تنسيها. حصنك الحصين، راحة نفسية فيها عون على العبادة وعلى أمورك الدينية والدنيوية طول اليوم. والله يا حبيبة قلبي، أذكار الصباح والمساء كانت علاج لناس كتير قوي من الهم والحزن والكسل والوخم ووساوس الشيطان والقلق والاكتئاب، من حاجات كتيرة، من نزغ الشيطان، من وسوسة الشيطان. خلي سلاحك عشان تقدري تكملي اليوم ومعاكي طاقة إيمانية عالية، أو معاكي حصن حصين ضد نزغ الشيطان. إن شاء الله بإذن الله تتحصني بأذكار الصباح والمساء. بعد كده ان شاء الله حبيبه قلبي، بعد اذكار الصباح والمساء هتبداي بورد القران. في ناس بتقسم ورد القران علشان تختم في رمضان كذا ختمه، بتقسمه على الفروض، يعني بعد الفجر كام صفحه، بعد الظهر، بعد كل فرض. في ناس مثلا زي انا مثلا لو أبقى بشتغل وانا عارفه يومي هيكون مشحون وممكن اقصر فعلا في قراءه القران طول اليوم، فبخلي اكبر كميه من ورد القران بعد صلاه الفجر. وانتم متابعيني دايما وبقول لكم دايما على الفكره دي، كأمهات، كمسؤولات، كموظفات، كحتى ست بيت مسؤولة من حاجات كتير. وقت الفجر خلاص مفيش أكل مفيش شرب، ممكن يكون الولاد دخلوا ناموا لو كانوا سهرين حتى معاكي، لو جوزك كمان هينزل على الشغل. المهم هو ده الوقت فعلا اللي تتفرغي فيه لقراءة القرآن بتدبر. عايزاكي حبيبة قلبي يعني تحددي لنفسك مثلا يومين في الأسبوع 3 تجلسي فيهم جلسة تامة بعد صلاة الفجر. ما تسيبيش مصلاكي فعلا لغاية لما الشمس تطلع علشان تاخدي أجر عمرة تامة تامة تامة. وانتي عارفة ان فضلها كبير قوي. تقعدي بقى في ما بين الأذكار، ما بين استغفار، ما بين ذكر الله، ما بين أذكار الصباح تقوليها، أذكار ختم الصلاة، قراءة القرآن يدخل في الذكر، لغاية لما الشمس تطلع قومي من مصلاكي. فانت كده خدت أجر عمرة تامة تامة تامة. حددي ليومك يومين في الأسبوع، 3 أيام في الأسبوع تعملي كده، وباقي الأيام مثلا برضو ما بين الورد اللي أنا قلتلك عليه ده. عايزه برضه اقول لك انك هتحاولي تخطفي في الوقت ده بقى، خلصتي اذكارك وصليتي وقلتي ورد القران وطبعا اكيد قبل ده كله نسيت اذكرك بحاجه مهمه جدا. ما تنسيش نيه الصيام
بتاعة كل يوم تحاولي تنوي وتجددي نية إن أنا ده صيام مش عن أكل وشرب، ده صيام عبادة، صيام يعني ترجو من الله تعالى أن يزيد تقواكِ، أن يعطيكِ ثمرة الصيام الحقيقية اللي هي لعلكم تتقون. كل ده لمّا بتقعدي تجدديه وترسخيه في نفسِك وفي عقيدتِك وفي نيتِك من جوّه، بتلاقي ثمرة كبيرة جدًا ليكِ، بدل ما تبقي صايمة صيام عشوائي، صيام كده وخلاص ومش عارفة نفسِك بتتخبطي، فمش هتاخدي ثمرة الصيام ما لم تتعمقي، ما لم تتدبري، ما لم تستجمعي وتستحضري نيتِك دايمًا. نيجي بقى طبعًا دلوقتي لو عندِك ولادِك هينزلوا مدارس في فترة رمضان، في ناس طبعًا شغالين مدارس في شهر رمضان، هتبدئي بهدوء تجهّزي الأولاد بقى عشان يبقوا ينزلوا للمدرسة، تجهّزي كل حاجة، وحاولي بقى إحنا بقى في رمضان ده بنحاول إن إحنا في تجارة بقى بالنيات بقى، نيتي ده كله عبادة لله عز وجل، ده لله عز وجل، باعمل كده عشان ولادي يبقوا مسلمين ناجحين، عشان ولادي بيروحوا يحفظوا قرآن، يروحوا يتعلموا علم شرعي، يروحوا، فدايمًا جددي نيتِك في كل حاجة، بُصّي بقى تجارة بقى طول اليوم، كل حاجة تعمليها اعمليها بنية خالصة للعبادة للتقرب إلى الله. خلاص خلّصنا لو كنتِ نزّلتِ ولادِك مدرسة ما بتشتغليش هتقعدي بقى تنامي الفترة دي زي ما باقول لِك، بعد كده هنكمّل باقي اليوم مع بعض، لكن دلوقتي مثلًا لو أنتِ بقى بتشتغلي إن شاء الله بإذن الله طول ما أنتِ بتجهّزي للشغل اذكري ربنا، طول ما أنتِ في الطريق لغاية الشغل صلاة على النبي واستغفار، والله يا بنات أجمل الأوقات فعلًا إن أنا باحس إن أنا يعني أنا باخاف أتكلّم عن حاجة معيّنة باحس إنها ربنا يا رب إن شاء الله يبارك لي فيها، طول ما أنتِ في الطريق لغاية ما توصلي الشغل صلاة على النبي واستغفار، صلاة على النبي واستغفار، من أجمل الأوقات فعلًا، وده كلّه أنتِ بتكوني في عبادة، وخلّي دايمًا عندِك نيّة وكل حاجة بتعمليها بنيّة، حتى وأنتِ رايحة شغلِك بتساعدي أسرتِك، بتساعدي زوجِك، بتساعدي أولادِك، بتدخّلي عليهم باب رزق أوسع، فكل ده برضه استحضري نيّته وأنتِ ماشية. صلاة الضحى، لو أنتِ بتشتغلي وما فيش فرصة تصلّي في شغلِك قبل ما تخرجي هتكون الشمس طلعت حبيبة قلبي، صلّي ركعتي الضحى، والله يا بنات ركعتي الضحى دول بركة ونور وصحة و وإجابة دعوات، صلاة الضحى دي ما يعرفش ثمرتها ولا يعرف يعني أثرها العجيب في إيمانِك وفي عقيدتِك غير اللي بيستمر فعلًا على صلاة الضحى، أمّا بقى لو أنتِ هتنامي في البيت، يعني لو أنتِ عارفة نَفْسِك هتصحي على الضهر مش هتلحقي صلاة الضحى، صلّي الضحى برضه بعد ما الشمس تطلع وبعدين ادخلي نامي براحتك، لو أنتِ عارفة نَفْسِك هتصحي مثلًا بعد ما ولادِك المدارس قُلتِ هانام لي ساعة، نُص ساعة، ساعتين وهاصحى على الضهر قبل الضهر أصلّيها ينفع إيه، لو أنتِ واثقة من نَفْسِك يعني. خلاص إحنا بقى خلاص خلّصنا كده فترة الفجر بالضهر بتجهيز المدارس بالولاد بالحاجات دي كلّها، بنيجي بقى مع فترة الضهر نبدأ بقى إعادة الشحن الإيماني بقى، بابدأ الصلاة في أول وقتها، بابدأ أجدد نية برضه نفس النية اللي قُلتها لِك في صلاة الفجر برضه، الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، بابدأ بقى عارفة اللي هو بابدأ مرحلة جديدة shift جديد كده بطاقة إيمانية جديدة. وِرد قرآني بعد الصلاة، لو أنتِ مقسّمة وِرد القرآني بتاعِك بعد كل صلاة بتصلّي كده بعد صلاة الضهر بتبدئي تقرأي الوِرد وتقولي أذكار ختم الصلاة مهم جدًا، يا حبذا بقى نحافظ بقى على السُنّة يا بنات في صلاة في شهر رمضان، بُصّي بقى مضاعفة الأعمال، ثوابها أكبر، شهر فضيل، يعني عارفة اغتنمي كل لحظة وكل عبادة في الشهر الفضيل. عندِك بقى تنضيف البيت، بتطلّعي لو أنتِ حاطة دورة غسيل بعد الفجر تبدئي تغسليها، لو أنتِ هتحطّي غسيل، لو هتبدئي تنشّري، لو هتبدئي تلمّي غسيل، تطبّقيه، تروّقي سراير الأولاد، ترتّبيها، ترتّبي البيت كده ترتيب سريع ليه؟ لإن ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، كُلّنا يا بنات بندخل رمضان فعلًا تبارك الله بيوتنا نضيفة، الحمد لله والشكر لله على النعمة دي، يمكن يعني اليوتيوب من الحسنة اللي نشرها وبدأت تبقى في حاجة اسمها تنضيفات رمضان، في ناس كانت تستغرب لمّا كنت باعمل تنضيفات رمضان معاكم في قناة عيشي حياتِك، إيه ده ما إحنا هننضّف على العيد، هو أنتِ هترجعي تنضّفي تاني على العيد؟ أنا بالنسبة لي يعني أهم من نضافة العيد نضافة رمضان، عشان أبقى يعني إيمانيًا كده متفرغة فعلًا للعبادة، باعبد ربنا وأنا هادية ورايقة، البيت مش حواليّا متنعكش وهنا تراب وهنا كركبة وهنا، من الحاجات اللي برضه بتخفف عليكِ أعباء الشغل، فبرضه من الثمرة بتاعة إن أنا بانضّف قبل رمضان إن أنا ما باشتغلش كتير كل يوم، فعلًا كل يوم ترويق سريع على الوش، كل يوم ترويق سريع اللي هو روتين يومي عادي ما بياخدش منّي وقت فعلًا ولا مجهود، فده وقت إنجاز الأعمال بقى بتاعة البيت حبايبي، اللي هو باروّق، بانشر، باعمل الحاجات البسيطة دي. هناخد بقى دلوقتي بعد لمّا خلّصنا شوية شغل البيت حددي لِك نُص ساعة كده لفّي في البيت واعملي وانشري ومش عارفة إيه، خدي لِك فترة استرخاء وراحة وتجديد نشاط بقى،
يعني خلاص يعني شوف أنا مريحاكي أهو لغاية أهو النص جه، هتلاقي بقى الولاد في الوقت ده بدأوا يجوا بقى من المدرسة، واخدة بالك؟ لو ولادك بيرجعوا الساعة 2 1 1 ونص بدأوا إيه يرجعوا، بيبدأ بقى بترجعي الحاجات بقى روتين المدارس اللي احنا عارفينه العادي ده. وبعد كده حبيبة قلبي حاولي ان انت طول الفترة دي، لو حتى انت نايمة بتسترخي على السرير، لو قاعدة ماسكة تليفون، لو قاعدة بتسمعي اي حاجة، خلي لسانك حتى يعني في من درجات الذكر انك تذكري ربنا حتى ولو بلسانك. وطبعا افضل درجات الذكر ان يحضر القلب مع اللسان. فالمهم انك ما تحاوليش انك تعدي اي وقت غير اذكار تسبيح لا اله الا الله، الباقيات الصالحات، استغفار، صلاة على النبي. بدأ العصر ده بقى يا بنات النظام بتاعي، العصر أذن على طول هتصلي في أول الوقت، زي ما أنا قلت لك قبل كده في الفرضين اللي فاتوا، إن أفضل الأعمال إلى أو أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وفي يا بنات الحديث القدسي اللي احنا عارفينه، اللي هو الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أحب حاجة هتتقربي بيها لله عز وجل الفرائض. يا بنات أنا بستغرب من حد يقعد يقول إيه أنا عايز جدول عبادات أعمل إيه وأعمل إيه. ابدأي، ده أنت لو بدأت إنك تحافظي على الصلاة في وقتها لمدة أسبوع، اللي هي الفريضة اللي عليكي، الصيام المفروض لما تأديه فعلا من غير رفث ولا فسوق ولا كلام فاحش، من غير غيبة، من غير نميمة، يعني من غير لو حد سابك أو شتمك أو تطول عليكي قولي اللهم إني صائم. ده كلها الفرائض الشرعية. الصلاة أول لما تأذن تصلي الصلاة بخشوع بأركانها كاملة تامة إن شاء الله بإذن الله، ده فعلا قربة لله عز وجل. تحضيري بقى الفطار يا بنات اللي هو بعد صلاة العصر، قلت بقى أذكار ختم الصلاة، دخلت بقى على المطبخ. الستات الشطورين اللي مجهزين حاجات بسيطة قبل رمضان تساعدهم، شوية تتبيلات، شوية تفريزات كده بسيطة، شوية سمبوسة، عصاج، الحاجات اللي هي بتسند معاكي، تسبيكة محشي، تسبيكة خضار، حاجات متقطعة. والله الحاجات دي بتنجز بنسبة يعني يا بنات 80% معاكي، بتلاقي فعلا الفطار خلص بسرعة جدا. لو من بعد السحور، لو انت عامله طيور ومتبلاها مثلا من بعد السحور مجهزاها معاكي، حاجه مطلعه فكت من بدري ورايحه جايه عليها كده، تدخلي تحضري على طول. عشان حد ممكن يستغرب يا ام علياء انت بتقولي ادخل المطبخ بعد العصر هو انا هلحق؟ صدقيني هتلحقي بنسبة 100% كمان لما تبقي مرتبة نفسك وحياتك منظمة ومترتبة، هتلاقي الحياة ماشية 100 فل و14. ندخل بقى عشان تجهيز الفطار، بس ما تنسيش ان تصححي نيتك ان ده عبادة، انا بعمل كده ده بنية افطار صائم. يعني انت ممكن تحولي شغلك في المطبخ كله في الوقت ده لعبادة، وانت واقفة كده بتطبخي انا كده بعبد ربنا يا ام علياء. ايوه حبيبة قلبي، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فانت نويتي ان انا بعمل ده كله علشان افطار صائم، فده ليه ثواب كبير قوي. فانت طول ما انت واقفة كل يوم لازم تجددي النية ان انا بعمل كده عبادة. طيب وانا واقفه يا ام علياء بقى برضو عايزه كده، انا طماعه شويه وعايزه استغل الوقت ده اكتر، شغلي قران، واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. حتى لو انت يا ستي وصلتي لمرحله الفرهده ان انا مش قادره حتى احرك لسان اذكر ربنا، اللي هو من الحاجات القويه جدا جدا اللي يخليكي تستثمري وقتك في المطبخ ذكر الله، شغلي القران واسمعي. بس السماع دي كمان هيتعبك؟ مش هيتعبك، اسمعي وانصتي وتعلمي واحفظي كمان من كتر السماع. شغلي درس ديني او محاضرة او بودكاست ديني بيتكلم عن رمضان واستثمار رمضان، بيتكلم عن يعني روتين للمرأة المسلمة، روتينات الطبخ والحاجات بتاعتنا اللي احنا بننشرها في اليوتيوب تعلمك وتفيدك. يعني المهم انك تحاولي تستغلي وقتك في المطبخ ده فيما يرضي الله، علشان يكون وقتك كله مليان فعلا حسنات وعبادة. طبعا يعني الدرجة الأعلى في وقفتك في المطبخ من ده كله طبعا إن انتي فعلا تبدأي يبقى دايما لسانك رطب بذكر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله. على فكرة يا بنات في حديث بس هو ضعيف، اللي هو 4 لا تتركوهم في رمضان، اللي هو اتنين يعني دايما تلتزموا بيهم، واتنين دايما اسألوا ربنا ليهم، اللي هم ايه اللي انا اقولهم، اللي هو لا اله الا الله واستغفر الله، لا اله الا الله استغفر الله، تفضلي طول رمضان تقوليها. والجزء الثاني من الحديث انك تسالي ربنا الجنه وتستعيذي بالله من النار. الحديث ده حديث ضعيف ضعفه الالباني، ولكن احنا دايما معروف في علم الحديث ان الاحاديث اللي هي في صالح الاعمال او اللي بتدعو الى عمل صالح او الى فضائل يجوز الاخذ بها والعمل بما فيها.
تمام. فطالما ده عمل صالح، ما يعني اصلا في آية في القرآن بتقول ايه: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فمعنى كده اقترن في القرآن فعلا اللي هو كلمة التوحيد بالاستغفار. فدايما قولي لا اله الا الله، استغفر الله. خفيفة جدا يا بنات، خفيفة خفيفة قوي. الذكر ده خفيف، بحس ان هو بيطلع سلس، لا اله الا الله واستغفر الله. يبقى انت كده اقرتي بالتوحيد، وبعد كده اعترفتي بذنبك وبتستغفري كمان طول ما انت واقفه في المطبخ. صلاه على النبي، كل الاذكار بقى بكل انواعها. خلصتي طبخك، خلصتي تحضير الفطار، خلصت عصيرك، خلصت حلوياتك، خلصت الحاجات الست الشاطره اللي بتنجز بسرعه، ارجوكي يا حبيبه قلبي اقل حاجه ربع ساعه قبل المغرب قفلي البوتاجاز، قفلي انوار المطبخ، واخرجي على البلكونه على مكان هادي كده في اوضتك كده، واقعدي قولي اذكار المساء، واقعدي ادعي في الوقت ده، استثمري الوقت ده. انا صراحة يا بنات عندي تبارك الله الوقت اللي هو قبل الفجر على طول وقبل المغرب بالذات في ايام الصيام لازم تستغليه ان شاء الله باذن الله. ما تضيعهوش طول رمضان، دي اللحظات بتشحني فيها من تاني كده، وبعدين تبدأي بقى هنفطر وبعد كده هنشوف بقى هنكمل اليوم ازاي. ولكن الوقت ده مهم جدا جدا انك تفوزي بيه. اوعي تبقي ست بيت تعبانه وطول اليوم تجتهدي ما بين بيتك وما بين العباده وما بين مسؤولياتك، وتيجي بقى في الوقت ده تقعدي بقى تبقي لسه بتحمري وتشمري وبتقلي. تمام، ما ينفعش الوقت ده. اللي غير انك تكوني مع نفسك بتقولي الاذكار وبتدعي وبتستغفري في الوقت ده. هنجهز التمر بتاعنا والميه علشان ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص جهزتي كده السفرة بتاعتك، بنروح مطلعين طبق التمر وجنبه المية، مش العصير يا بنات، هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تمرات او مية، يعني يا اما تفطري على مية او تفطري على تمر. وتجددي النية ان ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان اخد ثواب في شوية البلح اللي حطيتهم في الطبق مع دورق المية، انا خدت عليهم كده ثواب، لان انا كده بعمل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وافراد اسرتك كلهم لما بيعملوها انت بتاخدي ثوابهم وثواب من عمل بهذه الحسنة اللي انت بتنشريها او السنة اللي انت بتنشريها. طبعا مش هتنسي الدعاء بقى وقت الافطار، وتبدأي بقى تصلي المغرب او وتاكلوا، او بعد كده تاكلوا وبعدين تصلي المغرب، كل واحد على حسب النظام اللي هو متعود عليه. ولكن يا بنات بصراحة لما فعلا ان انا بصلي المغرب الاول، مش عارفة بحس صلاة التراويح بقت أسهل. ايه العلاقة؟ معرفش، في حاجة ديناميكية كده فسيولوجية بتحصل في الجسم، بتخلي فيه فترة ما بين اللي هو التمر والمية وبعدين بتصلي وبعدين ترجعي تاكلي. بحس ان بتاكلي باعتدال غير لما تبقي تاكلي على طول. لما المغرب يأذن ما بحسش فيه اعتدال في الأكل، بقى فيه تخمة. فبتاكلي اكل كده معتدل خفيف علشان تقدري تصلي التراويح، ما تكونيش تقيله، ما تبقيش بتنهجي طول ما انت بتصلي، تبقي بتصلي بتركيز، ما تقعديش تتوبي طول صلاه التراويح علشان ما تكونش تقيله عليكي وجسمك تقل والهضم بقى وكل الدم رايح ناحيه المعده ومش قادره تقومي من مكانك. فالحاجات دي كلها استغليها انك تاكلي اكل خفيف. انا مش بقولك كلي سمبوسه وعلبه زبادي، مع ان في ناس كده على فكره بتفطر كده بس وتصلي وترجع تاكل. كلي من الاكل اللي انت طبخاه حبيبه قلبي، ولكن باعتدال. كلي نص بطن، كلي نص بطن بس، وبعدين روحي التراويح وهترجعي هتلاقي نفسك اوتوماتيك جعانه على فكره، ارجعي بقى كلي تاني. نفرض ان انت مش قادره تروحي المسجد لصلاه التراويح، صلي في البيت. نفرض ان انت حامل، صلي وانت قاعده. تعبانه مريضه عندك مرض، صلي وانت قاعده، ان شاء الله باذن الله تاخدي ثواب الصلاه. اوعي تسيبي صلاه التراويح يعني وانت فيكي صحه، وانت قاعده تسمعي مسلسلات، وانت قاعده بس لمجرد ان انت قاعده عايزه تقعدي على التليفون ومكسله. قومي كسلك وقومي هوى نفسك. يعني ده شهر واحد، ده شهر واحد يا بنات عشان ما تندميش. ولما تفوقي مش هتفوقي بعد مثلا لما تلحقي نفسك، هتفوقي لما يكون الشهر خلص خلاص وهتندمي. افتكري ندمك السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، وتقولي لا انا هعوض رمضان اللي جاي، وتقعدي تعيطي انا ايه اللي انا عملته ده، انا ضيعت نفسي وضيعت رمضان. خدي الدرس بقى. وبعدين يعني مقاومه الكسل دي ما تجيش ان انا بقعد اقول ها لا، فورا ابدا الان هنفض كسلي، الان هقوم اتوضى وهصلي، حتى لو المسجد بعيد عني، حتى لو مش هصلي بره، هصلي في البيت عندي. هعمل كده مكان حلو وهادي للصلاة، في إضاءة هادية، بعطر المكان بتاعي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. صلي وحطي برفان وانت قاعدة في بيتك، ما بتكلمش بره يا بنات، في بيتك مش برفان بره.
في بيتك وصلي كده وانت هادية ومستحضرة معنا الصلاة، ودايما استحضري كل سجدة ربنا بيضع عنك خطيئة ويرفعك بها درجة. فكل سجدة من خلال عدد صلوات التراويح كلها شوفي كام درجة بتترفعيها وكام خطيئة بتتحط عنك، استحضري كل ده، فبتحسي انك بتتشجعي اكتر على العبادة. خلاصة الموضوع حبيباتي النية في كل حاجة هتعمليها، حتى لو بترتبي البيت، حتى لو بتجهزي اكل، كل حاجة بتعمليها طول يومك ده استحضري فيها النية. صلاة التراويح، ذكر الله لا يتوقف عنك طول اليوم. يعني مش عارفة أقول إيه، والله يا بنات رمضان فرصة كبيرة قوي، اللحظة اللي هتعدي منه مش هترجع تاني. انتبهي يا حبيبة قلبي، وعايزين نخلي رمضان ده إن شاء الله بإذن الله غير كل سنة. خلي رمضان ده لو انت تاركة للصلاة، لو انت بعيدة عن ربنا، هو البداية الجديدة والحقيقية فعلا لعلاقة أقوى وأقرب لله عز وجل. انوي من دلوقتي وابدأي من دلوقتي تحافظي على ركعتين قيام ليل، صلاة الضحى، ورد القرآن لو انت مبتعدة عن القرآن، أذكار، عشان تدخلي رمضان وانت فعلا في حالة إحماء وفي حالة استعداد لكل الروتين وكل الجدول العبادات اللي أنا ذكرته ليكي طول الحلقة. أسأل الله أن يكون رمضان هذا العام كله فوز وسعادة وبركة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا، اللهم آمين يا رب العالمين. حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة مع أم علياء، أتمنى أن أنا أكون حطيت ليكي صورة ذهنية وخريطة لشهر رمضان نحاول إن شاء الله بإذن الله نمشي عليها، ودايما في الأول وفي الآخر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ردني إليك ردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. حبيباتي ومحباتي أشهد الله أني أحبكم في الله. ما تنسيش تعملي لايك عشان الفيديو يتشاف ويترفع لغيرك، وأهم حاجة شير الفيديو علشان فعلا غيرك يستفاد. لغاية هنا انتهت الحلقة، ما تنسوش الصلاة على النبي، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.